دول المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في البريمير ليج الموسم الحالي، وأنا بتفق جدا مع الاختيارات دي وجاي أرتبهم حسب وجهة نظري الشخصية. في المركز السادس يوناي إمري اللي استلم أستون فيلا وهو بيصارع على مراكز الهبوط، ودلوقتي أستون فيلا بيصارع على مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية. المركز الخامس ديزيربي اللي استلم فريق متماسك وهو فريق برايتون من جراهام بوتر، ولكن ديزيربي لمسته واضحة على برايتون وخاصة في بناء اللعب. يعيب ديزيربي فقط بعض القرارات الغريبة في بعض المباريات وآخرها مباراة نيوكاسل. نقطة قوة برايتون في ثنائية وسط الملعب كاسيدو وماك أليستر. اتفاجئنا في مباراة نيوكاسل ماك أليستر احتياطي، كاسيدو باك رايت عشان يسيطر نيوكاسل على مباريات المباراة تماما. وفي المركز الرابع ماركو سيلفا فولهام كنا متعودين منه المواسم اللي فاتت تطلع وتنزل عرض، وده اللي كنت متوقعه بصراحة قبل بداية الموسم، ولكنها مفاجأة سارة من ماركو سيلفا اللي بسكواد عادي جدا وضع الفريق بشكل آمن في جدول ترتيب البريمير ليج وبينافس على مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية. في المركز الثالث إيدي هاو، واللي بتدعيمات بسيطة خلى نيوكاسل على بعد 3 نقاط فقط من التأهل لدوري أبطال أوروبا. وفي المركز الثاني أرتيتا، واللي كان قبل بداية الموسم أكثر المتفائلين بأرسنال كان يضعه في المركز الرابع، ولكن أرتيتا ولاعبيه الشباب قدروا أنهم ينافسوا فريق بيب جوارديولا لآخر الأنفاس. وفي المركز الأول وبدون شك المخترع والمبتكر في كرة القدم بيب جوارديولا. ممكن حد يختلف معايا ويقول لي ان اي مدرب لو قاد مانشستر سيتي حقق معاهم نفس النتائج، ممكن على صعيد النتائج، بس على مستوى كرة القدم اللي بيقدمها مانشستر سيتي مستحيل.